السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مباشر الإيكوزيوم، قناة إيكوزيوم على المباشر. حصتنا اليوم إيكو مقاولتية ستكون حول قطاع الطاقات المتجددة. الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، مع وفرة الأشعة الشمس في المناطق الصحراوية والرياح في المناطق الشمالية. تسعى الجزائر لتطوير هذه المشاريع الكبرى وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأفوري. تعد هذه الجهود جزءا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. في هذه الحصة ولإثراء النقاش نرحب بكل من السيد محمد أسامة بابو، وهو رئيس مؤسسة الجزائرية لدعم الشباب والمقاولتية. أهلا وسهلا بكم سيدي. إذن نشكركم على الدعوة إن شاء الله، ونتمنى يعني متابعة طيبة للجمهور إيكوزيوم المتابع إن شاء الله. شكرا. والسيد صاحب مشروع وهو بوشمال فاروق، صاحب مشروع في الطاقة المتجددة. أهلا وسهلا بالسيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة إيكوزيوم على هذه الاستضافة وهذه الدعوة، ونتمنى متابعة شيقة لجمهورنا الكريم. شكرا. أما على الهاتف ستكون معنا الباحثة الدكتورة المتخصصة في إلكترو الأنظمة والطاقات المتجددة، الدكتورة بسمة بن بويا. أهلا وسهلا بكم جميعا. كأول سؤال نبدأ بالسيد محمد أسامة بابو، رئيس مؤسسة الجزائرية لدعم الشباب والمقاولتية. كالسؤال سيدي، ما هي الرؤية الأساسية التي توجه عمل هذه المؤسسة لدعم الشباب خاصة في المقاولتية؟ إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد إن المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولتية يعني بعد ما كانت فكرة تحولت إلى مشروع جمعوي كبير على المستوى الوطني، احتضن يعني مجموعة من الشباب المقاول. كانت استراتيجية المؤسسة يعني منذ بداية نشأتها هي استراتيجية واضحة، استراتيجية شبابية مقاولتية اقتصادية تصب في نهج يعني دعم برنامج الدولة الجزائري اقتصاديا. يعني المؤسسة في بدايتها ارتأت لأن تسطر إلى برنامج تكويني خاص بالشباب بما يسمى بالبرنامج الوطني للدعم الشبابي. بعدين يعني أسسنا الاستراتيجية الاقتصادية لريادة الأعمال الشبابية كرؤية اقتصادية تهدف إلى تأسيس يعني وتجسيد نسيج من المؤسسات في مختلف المجالات، مجال مثلا الصناعة، الفلاحة، في مجال المنتجات الصيدية وتربية المائيات، في مجال البيئة والطاقات المتجددة اللي هو عنوان يعني الحصة اليوم، في عدة مجالات التي يستطيع الشباب أن يخلق يعني فيها مؤسسات تنشط في المجال المقاولاتي، سواء من ناحية المؤسسة الناشئة لستارت اب، أو من ناحية الميكرو انتربريز المؤسسات المصغرة والمتوسطة، أو من حيث حتى يعني مختلف المستثمرات. هذا يعني في شقه الاقتصادي. كذلك يعني البرنامج المؤسسة يهدف ذلك إلى تعزيز الروح الاجتماعية، ويعني تحول من المواطنة الاتكالية إلى يعني المواطنة الإنتاجية، من خلال تفعيل دور الشاب الجزائري في المساهمة في رفع النمو الاقتصادي وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني المحلي من خلال المساهمة بهذه الفكرة. لأنه لما نتحدث على الفكرة هناك يعني مختلف الآليات اللي يعني قد تعاون في تجسيد برنامج المؤسسة على الصعيد الوطني. حتى نتعرف سيد بابو والسيد بوشمان عن ما هي الطاقات المتجددة. سؤالي الآن إلى السيدة الدكتورة بسمة بن بويا، وهي باحثة كما قلت في الإلكترونيات والأنظمة والطاقات المتجددة. سيدتي أهلا وسهلا بك في إيكوزيوم. وما الذي تعني بالطاقات المتجددة؟ بك أستاذة، شكرا جزيلا على الدعوة. نعم، الطاقات المتجددة هي عبارة عن طاقات ناتجة عن مصدر طبيعي تتجدد باستمرار وبصفة وفيرة ونظيفة، بحيث ينطلق عليها اسم الطاقات الصديقة للبيئة، لكونها لا تنتج انبعاثات ضارة أو سامة، وهذا بدوره ما يساهم في تقليل التلوث ويجعلها خيارا مستداما لمستقبل أفضل، وهذا على عكس الطاقات التقليدية الغير متجددة والمتمثلة في الوقود الأحفوري لزينيرجي فوسيل. كما يجدر بالذكر أن الطاقات المتجددة أنواع، وهذه الأنواع تختلف باختلاف مصدرها. ولدينا إنرجي هي طاقة الشمس
إنرجي إيليان وهي طاقة الرياح، إنرجي هيدروليك وهي طاقة المياه وهي معروفة بكثرة في الجزائر، إنرجي بيوماس وهي الطاقة الحيوية، إنرجي جيوتيرمي الحياة الأرضية. نبقى معك سيدة بن بويا، وهي دكتورة وإخصائية في الطاقات المتجددة. نتعرف مع جمهورنا الكريم ومع ضيوفنا عن أهم التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الجزائر. ما هي التحديات التي تواجهها؟ ذكر التحديات الرئيسية التي تواجهها الجزائر في تطوير مشاريعها الطاقوية وخاصة في الطاقات المتجددة، يجدر بذكر أن الجزائر حاليا تشهد تطورا ملحوظا وقفزة نوعية في مجال الطاقات المتجددة، من حيث إنشاء مراكز ووحدات للبحث في الطاقات المتجددة ودعم المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، وخاصة الشركات الناشئة. أن استغلال الطاقة الشمسية أصبح يستغل بنطاق واسع في مناطق الجنوب الجزائري لكونها تتوفر على مستويات هائلة من أشعة الشمس مقارنة بالشمال الجزائري. إذن لو نأخذ بعين الاعتبار أن 80% من مساحات الجزائر هي صحراء، أين نجد مستويات عالية من الإشعاع الشمسي، فهنا لو امتثلنا إلى الإمكانيات المثلى التي تتمتع بها الجزائر لاستغلال المثالي للطاقة الشمسية في صحراء الجزائر بصفة خاصة، فإنها ستتمكن من توفير ما يعادل كل احتياجات القارة الأوروبية من كهرباء. لكن للأسف الشديد هناك تحديات رئيسية ولا يمكن بغض النظر عليها أين يعاني منه هذا القطاع في الجزائر. ويمكن ذكر بعض النقاط المهمة، وهي تكلفة إنشاء المشاريع الطاقوية في الطاقات المتجددة تكون جد مرتفعة مقارنة بالطاقات التقليدية الإحفورية. البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع الطاقات المتجددة بكفاءة غير متوفرة بكميات وبكفاية وكفاءة. البعد عن التكنولوجيا الحديثة في استخراج ونقل وإنتاج الطاقات المتجددة. أيضا الموقع الجغرافي، حيث نجد مراكز الطلب للطاقات المتجددة موجودة ومركزة في الشمال، على عكس مصادر الطاقة في الجنوب التي نجدها بصفة كبيرة. وأيضا الوعي المجتمعي، لدينا نقص في الوعي على أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة. بسمة بن بويا على هذا التوضيح وتحديات التي تواجه الطاقات المتجددة في الجزائر. سنعود إلى السيد بابو، ما رأيك في كلام الذي قالته السيدة الدكتورة في تحديات هذا المجال، وهو قطاع ربما سيعوض كما قلنا الوقود وما الانبعاثات التي تغير من المناخ؟ بطبيعة الحال يعني لما نتحدثوا يعني على حاليا هو قطاع مجمل مع البيئة، يعني قطاع البيئة والطاقات المتجددة يعني من أهم أولويات أو استراتيجيات الدولة، أو من أهم رهانات أو يعني تحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية من ناحية يعني دعم المشاريع النشطة في مجال الطاقات المتجددة، كونها يعني عصب حي فيما يخص إحياء الاقتصاد أو بعث الاقتصاد الوطني. لما يعني نشوفوا يعني قطاع الطاقات المتجددة قد يساهم كثيرا يعني في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كون فيه تجارب يعني أوروبية يمكن الاستفادة منها على مستوى الجزائر، يعني في دعم مختلف مشاريع وأفكار الشباب. وكذلك يعني احنا بصفتنا مؤسسة يعني لما قمنا بدراسة يعني المجتمع الجزائري وأوسط الشباب النشط في مجال المقاولاتية، لقينا يعني العديد من الشباب المهتم بمجال الطاقات المتجددة، يعني فيها مداخيل كبرى التي قد تساهم يعني في بناء الاقتصاد الدولة الجزائرية. تعرفنا مع السيدة بابو السيدة بسمة بن بويا عن الطاقات المتجددة، وتعرفنا عن المقاولاتية الآن كمثال عن مشروع مؤسسة ناشئة في الطاقات المتجددة. أهلا وسهلا بك بوشمال فاروق. أول سؤال، ما الذي ألهمك لدمج الطاقات المتجددة مع السياحة مع الإقليم السياحي؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد الشيء الذي ألهمنا من أجل دمج الطاقات المتجددة في القطاع السياحي
هو كون تخصصنا يعني ندرس فيه احترام النظم البيئية المختلفة والحفاظ على النظام البيئي والإيكولوجي. هذا أول شيء. ثاني شيء هو أن هذه الطاقات هي طاقات صديقة للبيئة، لا تؤثر على النظام البيئي، وطاقات متجددة ونظيفة وطبيعية 100% خالية من المواد السامة التي تؤثر على الغلاف الجوي والمناخ. حدثنا والجمهور الكريم عن مشروعك. ماذا يحتوي مشروعك؟ أولا كان ونشاهد في نفس الوقت أن المشروع نعم. أولا كان مشروع تاعنا يعني تحت عنوان استغلال الطاقات المتجددة في تطوير السياحة المحلية والأنشطة السياحية. خذينا منطقة واد البارد، هي بلدية بأحد بلديات ولاية سطيف، تقع في الشمال في الجزء الشمالي للولاية على بعد حوالي 54 كيلومتر من عاصمة الولاية. في الصور نلاحظ كيف يتم إنتاج الطاقات المتجددة عبر المياه. يتم نعم. احنا خذينا كمثال يعني استغلال الطاقات المتجددة وتحويلها إلى طاقة كهربائية. هو كمثال يعني كما نلاحظ على الشاشة هو تحويل طاقة المياه، وذلك عن طريق نظام العنفات وتدوير العنفات، وتحويل الطاقة المائية عبر دينامو إلى كهرباء واستغلالها في الأنشطة السياحية المختلفة. يعني وكذلك أخذنا على سبيل المثال كذلك طاقة الرياح، هي الأخرى طاقة متجددة كذلك، أخذناها كمثال لتحويلها إلى طاقة كهربائية، ويمكن كذلك دمج في نفس يعني النظام مع الشمس، وذلك عن طريق يعني وضع ألواح ذات واجهتين يعني دوبل فاس، ذات واجهتين في حالة إذا ما كان الرياح غير موجودة يمكن استغلال الطاقة الشمسية في نفس الوقت. وفي يعني الليل العكس. وفي الليل العكس. في الليل راح نستغنى عن الطاقة الشمسية ونستغل طاقة الرياح أو استغلال طاقة المياه. هذه تمت يعني بعد دراسة مطولة حول المشروع. تمت كما قلت بعد دراسة مطولة على المشروع، لأنه منطقة جبلية تحتوي على 3 أنواع من الطاقة، وهي منطقة جبلية يعني عندنا طاقة المياه وطاقة الرياح كما نلاحظ في الصورة، طاقة المياه والرياح والطاقة الشمسية. في حالة يعني انعدام طاقة الرياح يمكن استغلال الطاقة الشمسية في نهارا، وإذا كانت يعني ليلا غياب الرياح والشمس معا يمكن استغلال طاقة المياه. ربما السؤال المطروح، لماذا هذه البلدة ولا هذه المدينة بالذات؟ لأنه المدينة هذه تم اختيارها لأنها تحتوي على شلالات، يعني الشلالات راح تساعدنا على إنتاج الطاقة الكهربائية كما قلنا عن طريق العنفات، وذلك لوجود منحدرات يعني راح تعطي المياه دافع قوي أو ضغط يمكن من تدوير العنفات. هذا بغض النظر عن هي ما هو معروف يعني في العامية هو استغلال السدود في إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق طاقة المياه. دوك السؤال، الطاقة الكهربائية ماذا يمكن أن تساعد في السياحة، القطاع السياحي؟ الطاقة الكهربائية نحن ما يخفالكش أنه نستغل الطاقة الكهربائية في الإنارة العمومية، في ليزيكيبمون توريستيك يعني المرافق السياحية بصفة عامة. يعني تطرقنا أنه ننتج طاقة كهربائية في الموقع السياحي في حد ذاته، يعني نستغل الطاقات المتجددة الموجودة في الموقع السياحي وتحويلها إلى طاقة كهربائية واستغلالها في نفس المنطقة، ولما لا تصديرها إلى المدن المجاورة، وذلك نظرا لصعوبة التضاريس يعني الكهرباء باش ديبلاسي كهرباء من المدينة إلى المنطقة السياحية راح تواجه رياح، ثلوج، يمكن في أي لحظة ما انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة. هذا ما خلانا أن نستغل الشلالات والطاقات المتجددة في تطوير السياحة هذه واستغلالها في القطاع السياحي. جميل جدا. سيد، ما رأيك في هذا المشروع ودمج القطاع الطاقات المتجددة مع السياحة؟
طبيعة الحال يعني المشروع أنا على حسب واش كنت يعني نشوف في لا بريزونطاسيون تاع ليدي ستين دي انوفون، فكرة رائدة في المجال اللي إن شاء الله يعني تلقى لها كل الدعم إن شاء الله يعني. والمؤسسة إن شاء الله تستعد يعني للمرافقة تاع المشروع تاعو، سواء على مستوى مؤسسة التمويل ولا على مؤسسة الدعم للدولة. إنه لما نشوفوا مشاريع هكذا يعني مشاريع صديقة للبيئة يعني هدفها يعني تحقيق تطور في المجال، احنا يعني كرائدين في المجال يعني نتمنى له ان شاء الله يعني كل الدعم، لانه مشروع قد يفيد الدولة الجزائرية كثيرا، لانه لو يكبر المشروع قد تكون فيه يعني عائدات كبيرة تحسن حتى ممكن تقضي على فئة معينة من البطالة، ممكن يعني تساهم في الدخل الفردي، يمكن لا حتى يعني جذب السواح يعني وسوف يطرح سؤال على ذلك. جذب السواح يعني وبطبيعة الحال حتى حتى يعني إدخال العملة الصعبة إلى الدولة، يعني مشاريع هكذا مشاريع ذات أبعاد مختلفة. طبيعة الحال أبعاد مختلفة طبيعة الحال. تحدثنا في المشروع سيد بابو سيد فاروق على التكنولوجيا التي وجبت أن تكون فيها تكون عالية الجودة، وهو سؤالي للسيدة بسمة بن بويا: كيف للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين الكفاءات للطاقة المتجددة سيدتي الدكتورة؟ بالنسبة لدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة الطاقة المتجددة، خاصة حاليا رانا في تقدم تكنولوجي سريع، فنحن فيما يسمى بعصر التكنولوجيا. هناك فرص كبيرة لتعزيز كفاءة واستدامة مصادر الطاقة والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها والتي سبقنا ذكرها. فأولا أرى كخبيرة في هذا المجال استخدام الذكاء الاصطناعي وخاصة لتحسين مردودية الإنتاج الطاقوي، وأيضا واستخدامه في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة. هذا يوفر لنا الوقت ويساعد على تحسين المردودية في وقت قصير. ثانيا تقنيات تخزين الطاقة المتجددة، حيث تعتبر أن أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها العالم وليس فقط الجزائر هي مشاكل التخزين والبطاريات. ولهذا لو استغلنا التكنولوجيا الحديثة في تطوير بطاريات أكثر كفاءة وسعة سيساعد على تخزين طاقة لفترات طويلة وبسعة أكبر، وهذا ما يضمن لنا الاستمرارية في إمداد الطاقة البديلة والتي هي الطاقات المتجددة. كيف يمكن سيدتي، نبقى معك سيدة، كيف يمكن للشركات الناشئة المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة منها كونك خبيرة وباحثة في هذا المجال؟ في رأيي بعد الدعم الذي ولته الدولة للشركات الناشئة والمساعدات التي تقدمها، فإن حاليا الشركات الناشئة تلعب دور مهم في القطاع الاقتصادي في الجزائر، وخاصة في قطاع الطاقة، حيث أن نجد سوق الطاقة في الجزائر ناقص. إذن فإذا ركزت الشركات الناشئة على التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الطاقة وتقديم حلول مبتكرة لتحسين الكفاءة والمردودية، أيضا بزيادة الوعي لدى المجتمع، والذي هو تكلمنا على أنه تحدي، بأهمية الطاقة المتجددة كحل بديل للطاقة التقليدية من خلال حملات توعوية وبرامج تعليمية لتغيير السلوكيات وتوجيهها إلى طاقة نظيفة. في مقابل هذا الاستثمار فإن هذا القطاع سيفتح آفاق جديدة ويوفر سوق بدون منافس للشركات الناشئة. بالإضافة إلى مادام الدولة حاليا راهي تعاون، كاين شركات ومؤسسات تستثمر خاصة في هذا المجال، وهي شركات كبرى في الجزائر كما سوناتراك وسونالغاز. إذن تكون الاستفادة بالمقابل، يعني الشركة الناشئة ستجد ممول يساعدها في هذا القطاع من غير القطاع. شكرا لك سيدة بن بويا. يبقى معنا سؤالي يكون على صاحب مشروع كسؤال: ماذا تتوقع التحديات التي ستواجهك في بداية مشروعك، وسيد أمامك لدعمك؟ أولا يعني التحديات اللي راح تكون اللي راح تواجهنا في تجسيد هذا المشروع هو قطاع الطاقات المتجددة. هو قطاع يعني يتطلب ميزانية ضخمة،
حقيقة. وصحيح أنه قطاع الطاقات المتجددة هو يعني مشروع على المدى البعيد وراح يكون له تأثير على المدى القريب والبعيد، لكن سوف نواجه أول إشكال هو أن الميزانية راح تكون كبيرة جدا في تمويل هذا المشروع ومشروع الطاقات المتجددة والمشاريع ككل. يعني مشاريع الطاقات المتجددة يعني لكي تجسد مشروع من الطاقات المتجددة هذا يتطلب لك يعني ميزانية كبيرة وأثمان باهظة في يعني الوسائل التي تقوم بتحويل الطاقة من طاقة متجددة إلى طاقة كهربائية. سأوجه السؤال إلى السيد بابا، كيف تتعامل مؤسستكم مع التحديات التي يواجهها الشباب في هذا القطاع؟ فيما يخص يعني دائما نرجع يعني استراتيجية المؤسسة فيما يخص يعني تحديات هذا الشباب. احنا الاستراتيجية تاع المؤسسة يعني واضحة منذ البداية، بعد ما مشينا يعني في عملية تكوين حتى يعني نحسن مرافقة هذا الشباب. عملنا على عقد عدة اتفاقيات مع مؤسسات الدولة المتخصصة في مجال يعني دعم أفكار هذه الشباب، على رأسها يعني صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع يعني الوكالة لونفرودات التابعة للتعليم العالي من أجل مرافقة الطلبة والشباب حاملي الأفكار يعني في تجسيد مبتكراتهم، مع يعني بنوك على رأسهم يعني بنك السلام من أجل يعني تمويل هذه المشاريع. يعني خلقنا ميكانيزمات حتى نواجه تحديات يعني الشباب الحاملين لأفكار، حتى يعني نكسروا هذيك يعني الحواجز اللي خلت يعني الشاب ما يستفادش من يعني من التمويل تاع المشروع تاعو ومن المرافقة. لأنه احنا لما نتحدثوا على المشروع نتحدثوا على يعني المرافقة الأولية، يعني آخر حاجة نتحدثوا عليها هي التمويل، لأنه إذا كان فيه مشروع يعني لما نتحدثوا يعني في مجال البزنس في مجال الاستثمار، يعني إذا كان فيه يعني مشروع ناجح سيلقى الدعم، حتى يعني لو لم يلقى الدعم من مؤسسة الدولة يعني فيه آليات من طرف يعني جلب مستثمرين أرباب عمل من أجل يعني المساهمة في دعم أو تمويل هذه المشاريع. يعني وهذه يعني من بين أهم استراتيجيات المؤسسة التي تعمل عليها حاليا. نعمل على يعني خلق IMB اللي هو مجلس إدارة الاستثمار كآلية دعم متجددة تساهم يعني في تمويل هذه تمويل الشباب حاملي أفكار المشاريع من خلال يعني أو العمل على تأسيس صناديق مخاطرة تساهم يعني في تمويل مشاريع هذه الشباب. كذلك يعني حاليا مشينا في عملية إحصائية حتى يعني نحصي مجموع الشباب، لأننا سنطلق بعد يعني في خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر سنطلق يعني استراتيجية متخصصة في دعم الشباب في مختلف القطاعات، يعني حتى نؤسس يعني نسيج اقتصادي مدروس. يعني سنطلق يعني برنامج تسجيلي أولي لفائدة الشباب حتى يعني نجول يعني تكوين متخصص. بعد ما مشينا في يعني في تكوين مجال المقاولات سنذهب إلى يعني في تكوين متخصص من أجل يعني دعم هذا يعني الشباب حاملي أفكار المشاريع، وحتى يعني حاليا نعمل دبلوماسيا من أجل يعني الاستفادة من يعني تبادل الخبرات الأجانب، خاصة يعني دولة الهند دولة باكستان، يعني في خلق المؤسسات المصغرة والمتوسطة وحتى يعني الناشئة. قال السيد بابو أن حتى المستثمر يجب أن تقنع المستثمر. مثلا سيد بوشمر فاروق، كيف يمكن لمشروعك على تأثيره على البيئة المحلية والحفاظ ويساهم على الحفاظ كأول إقناع للمستثمر؟ يعني في كإقناع للمستثمر هذا شيء مطلوب، وأنه يجب عليك أنه يعني تدرس الفكرة وتدرسها وتدرسها. يعني راح يجب عليك أنك تدرس الفكرة جيدا وتقدمها في يعني في فكرة يتم من خلالها إقناع الطرف الآخر يعني من أجل تمويل. هذا يعني شيء مفروغ منه. الطاقات المتجددة الأثر تاعها على البيئة هذا يعني شيء يعلمه العام، يعني عامة يعلمون ما هو تأثير الطاقات المتجددة. يعني راح تكون صديقة للبيئة 100%، لا تخل بالنظام البيئي والإيكولوجي، وراح تساعد بالعكس في يعني مستقبلا راح تساعد على يعني تنظيم النظام البيئي.
وذلك بتجنب وتفادي الغازات السامة التي تنطلق وتنبعث عن طريق أو من الغازات من الطاقات يعني التقليدية أو طاقة المحروقات كما يعني يقال. هذا الطاقات يعني المحروقات يعني هذا يعني شيء مفهوم ومعروف أنه عند استغلال هذه الطاقات هناك غازات سامة تؤثر على الغلاف الجوي والنظام البيئي، على عكس الطاقات المتجددة التي ليس لها تأثير سلبي على هذا النظام. لكن في النظام الاقتصادي كما قال السيد بابو هو بيزنس، يعني كيف حتقنع بأن جلب الأموال، يعني حتى ربط القطاع الطاقات المتجددة بالاستثمار أو وحتى السياحة، يعني جلب كما قال العملة الصعبة الأجانب، يعني هنا تكون صورة لجلب المال من جهة أخرى، هذا لإقناع ربما المستثمر كذلك. بطبيعة الحال يعني أولا يعني احنا يعني في نظر المؤسسة وفي نظر مجلس إدارة الاستثمار داخل المؤسسة يعني في إطار يعني دعم المشاريع المبتكرة والمشاريع التي ستذهب إلى التجسيد، إذا ما لقيناش يعني في آليات تمويل من طرف الدولة يعني نروحوا إلى مستثمرين يعني أرباب عمل حتى يعني يتم إقناعه بشكل مباشر من أجل يعني أخذ بعين الاعتبار تمويل هذا المشروع. يجب أن نحضر فيه يعني دراسة تقنو-اقتصادية اللي يعني تحتوي على جميع جميع الإيجابيات والسلبيات تاع المشروع، خاصة فيما يخص الجانب المالي، يعني كيفاش سيتطور المشروع ماليا، كيفاش يعني سيجلب المداخيل يعني. وهذا هو الشيء الوحيد اللي يركز عليه المستثمر، لأنه مهما كان هو سيستثمر رأس مال مخاطر يعني، ولما نتحدث على رأس مال مخاطر يعني فيه ربح وفيه خسارة. ومن الأحسن يعني أننا لما نتحدث على جانب رأس مال المخاطر من الأحسن أن بعد ما ندرسه جيدا نحاولوا يعني نلوكاليزيو الدراسة من أجل أن يكون المشروع يعني ذات بعد ربحي أكثر من ذات بعد يعني فيه يعني خسارة يعني، وحتى إذا كان فيه يعني خسارة قليلة في البداية، لكن لما ندرسوا على مدى بعيد يعني ممكن فيه أرباح. وهكذا يعني نظن أنا في نظري فيه مستثمرين يمكن إقناع بطبيعة الحال في عدة مستثمرين يمكن لهم أن يعني يساهموا يعني في مرافقة هذه الشباب. لماذا؟ لأنه حتى عقلية المستثمر حاليا ذهبت إلى أنه يربح الوقت في تجسيد المشاريع، يعني في عوض أنه يعني يقوم بمشروع أو مستثمرة كبيرة يمكن له أن يعني يدخل بأسهم مع 10 مشاريع يقوم بالتمويل تاعهم، وهو يعني يربح الوقت كما نقولوا احنا، يعني يستطيع أن يشتري الوقت. وهذا هو يعني البزنس الراقي. نفس السؤال السيد فاروق، ما في الفوائد الاقتصادية خاصة التي حققها دمج الطاقات المتجددة مع السياحة؟ الفوائد الاقتصادية يعني التي يمكن يعني استغلالها أو استفادتها من استغلال الطاقات المتجددة هو رفع الاقتصاد المحلي، يعني الرفع من الاقتصاد بدل يعني الاعتماد على المحروقات. وكذلك كما لاحظنا أن الحكومة اتجهت إلى قطاع آخر في الاقتصاد وهو قطاع الزراعة. كذلك يمكن يعني التوجه إلى القطاع السياحي وقطاع الطاقات المتجددة بالأخص، يعني راح تكون لها تأثير على الاقتصاد، راح تكون لها تأثير على جلب العملة الصعبة من جلب السياح الأجانب والاستقطاب كما يقال استقطاب السياح الأجانب من خارج الوطن. هذا ما سيساعد على دخول العملة الصعبة إلى الدولة الجزائرية والرفع من اقتصادها وخفض نسبة البطالة أيضا. أكيد يعني بما أنه راح تستغل الطاقات المتجددة راح تحتاج إلى يد عاملة وراح تحتاج إلى يعني جمهور للمساعدة في الاستغلال والعمل على تجسيد المشروع، وهذا ما سيحارب يعني كابوس البطالة كما نقول. الطاقات المتجددة تحتاج إلى ابتكارات على المدى البعيد، وهذا سؤالي الذي سأطرحه على السيدة بسمة بن بويا. ما هي الابتكارات المستقبلية التي تتوقعين أن تغير المشهد الطاقات المتجددة في الجزائر أو في العالم حتى؟ أكيد رانا في عصر الابتكارات والبحث، ودائما توجد ابتكارات جديدة
والسوق تدخل بشركات وابتكارات جديدة. لكن بصفة عامة أرى أن الابتكارات المستقبلية التي ستغير المشهد الطاقوي هي استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الألواح الشمسية لبانو سولير التي تحتوي على خلايا شمسية متقدمة تزيد من كفاءة تحويل الطاقة. كما أكيد رانا في عصر الابتكارات والبحث، ودائما توجد ابتكارات جديدة والسوق تدخل بشركات وابتكارات جديدة. لكن بصفة عامة أرى أن الابتكارات المستقبلية التي ستغير المشهد الطاقوي هي استخدامات التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج الألواح الشمسية لبانو سولير التي تحتوي على خلايا شمسية متقدمة تزيد من كفاءة تحويل الطاقة، كما تزيد من مردودية الإنتاج الطاقوي. وتوجد عدة دول راهي بدات في هذا المجال نتاع صناعة الألواح الشمسية المتقدمة كما الصين. أنظمة متقدمة لتخزين الطاقة الحرارية واللي كان وهضرنا عليه كأنه تحدي. لازم نركزوا على أنظمة متقدمة لتخزين الطاقة، لأنه ما الفائدة من إنتاج الطاقة بكميات ولا توجد أنظمة كفيئة بالتخزين. أيضا الهيدروجين الأخضر الذي هو حاليا يعني لم يركز عليه بصفة كبيرة وخاصة هنا في الجزائر، إلا أنه يعتبر ثروة في عالم الطاقة الذي يتم إنتاجه من المياه، يعني من طاقة متجددة، ويستخدم كوقود بديل على الوقود الأحفوري، ويمكن استخدامه في العديد من الصناعات وخاصة النقل، وبصفة خاصة في السيارات الكهربائية. سيدتي نبقى معك أيضا، كيف ترين دور الطاقة المتجددة في مكافحة التغير المناخي سيدتي، وأنت باحثة واختصاصية في المجال؟ الطاقات المتجددة بصفة عامة وبكل أنواعها تلعب دور حيوي في مكافحة التغير المناخي، وهذا سواء عن طريق التقليل من انبعاثات الغاز الدفيئة مقارنة بالوقود الأحفوري، والتقليل من ارتفاع درجة الحرارة، يحسن من جودة الهواء عن طريق التقليل من التلوث والانبعاثات الغازات السامة. فإذا أردنا أن نقوم بمقارنة صغيرة، فإن الوقود الأحفوري يساهم أكثر من 5% الغاز السامة، وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. والعلم واضح يقول لتجنب تغيير المناخ للأسوأ يجب انخفاض هذه الانبعاثات، وحسب دراسات فإن الانخفاض يكون إلى النصف بحوالي 2030، ويجب الوصول إلى مستوى الصفر بحوالي 2050. وهذا نعم ممكن. كيف ممكن؟ كيف يمكن بتحقيق هذا؟ بالتخلص من الوقود الأحفوري ومن كل الطاقات التقليدية، والتوجه بصفة كلية وفي كل المجالات الصناعية إلى الطاقات المتجددة. تحدثت سيدة بسمة على الهيدروجين الأخضر. كاين سؤالي للسيد بابو على هذا التوجه الجزائري أيضا للقطاع المائي، لكن بعد فاصل ونواصل. عدنا من جديد في حصتكم مقاولتي. لمن التحق لنا الآن، قطاع الطاقات المتجددة حاضر بقوة في هذه الحصة مع كل من الباحثة بسمة بن بويا على الهاتف، وصاحب مشروع السيد فاروق، كما يحضر معنا في اختصاص المقاولتية والمؤسسات السيد بابو. سؤالي كان قبل الفاصل الهيدروجين الأخضر، تحدثت عنه السيدة الباحثة. هل الجزائر لديها تطلعات لاتجاه إلى هذا المجال؟ يعني فيما يخص الهيدروجين الأخضر، الجزائر يعني كان في عندها تطلعات. حاليا أصبح يعني مشروع محقق في الجزائر بفضل الشراكة التي قامت بها شركة سوناتراك مع
مع شريك أجنبي إن شاء الله. يعني نظن مطلع سنة 2025 إن شاء الله يعني سيبدأوا في يعني إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر. يعني كتكنولوجيا جديدة ستباشر فيها الدولة الجزائرية، يعني تحت إشراف يعني شركة سوناتراك، وهي شركة كبرى ومعروفة يعني عندها العديد من الاختصاصات. هذا يعني ما يمكن أو ما يثمن يعني توجه الدولة في نحو الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة التكنولوجية. سيدة بسمة بن بويا، كما تشاهدين في هذه الحصة لدينا صاحب مشروع الذي جعل من السياحة رمزا عن طريق الطاقات المتجددة. ما رأيك في هذا المشروع سيدتي؟ في الأول أهنئ أصحاب الشركات الناشئة على هذا المشروع. فقبل أن أقول مشروع، فهي مبادرة جيدة للجزائر بصفة عامة. والربط بين الأقاليم السياحية والطاقة المتجددة أجد أن هذا الشيء واجب التوجه إليه. لماذا؟ لأنه هذا ما يساعد على تحقيق الاستدامة البيئية، بحيث نتمكن من هذه المشاريع الإقليمية بالتقليل من تلوث وتعزيز صورة الواجهة السياحية. يعني الهدف ما يكونش برك السياحة، وإنما الهدف أنه ننشئ وجهة صديقة للبيئة، وننشئ جيل يهتمون بالسياحة، ولكن أكثر شيء يهتمون بالاستدامة. يعني نقطة نركزوا عليها هي نظافة البيئة والاستدامة. وهذه المشاريع بدأت تتوجه لهم الدولة، بحيث نجد أنه في الأماكن العامة وفي شواطئ البحر بدأت تركز على حاجة واسمها انستالاسيون دي زيكليراج سولير. يعني بدأت الطاقة الكهربائية اللي يستخدموها في هذه البلايص هي متجددة، وهذه حاجة مليحة. الربط يكون عن طريق توسيع في كل المرافق وليس فقط لزيكليراج. سيدتي، وأنت باحثة في الاختصاص وكذلك مدربة مقاولاتية، لنغتنم فرصة في أسئلة حول التكوين المقاولاتي. سيدتي، ما هي المهارات الأساسية التي ترينها أنها ضرورية لنجاح المقاولاتية خاصة في قطاع الطاقات المتجددة؟ أكيد لا يخلو أي قطاع من مهارات، وكأي قطاع فإن لقطاع الطاقات المتجددة مهارات أساسية وضرورية يجب امتلاكها لنجاح المقاولاتية. وليخلق لنا رائد أعمال يفهم المجال قبل المقاولاتية. نأخذ بعين الاعتبار الفهم العميق للتكنولوجيا المستخدمة. أنا ما نروحش في الطاقات المتجددة وأنا ما نعرفش التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج والتصنيع. وأيضا الفهم العميق لتقنيات تخزين الطاقة. إذا قدرنا ندرسوا تقنيات تخزين الطاقة رانا نحو علينا تحديات كبرى في المستقبل. أيضا تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين مردودية الإنتاج والتحكم فيه. يعني هذه المهارة تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي واجب يتبعوها، وخاصة حاليا مع عصر الذكاء الاصطناعي. وأكيد كأي رائد أعمال يحتاج إلى مهارات في المقاولاتية، مثل المهارات الإدارية والمهارات التخطيطية والمهارات المالية وحتى المهارات القانونية، مع تفكير استراتيجي وقدرة على التواصل. وهذه هي نركز عليه، القدرة على التواصل، لأنه هي اللي تقدر دير لك تواصل مع مستثمرين وشركاء وممولين، وخاصة أن المشكل كبير الذي يعاني منه الشركات الناشئة والمقاولاتين بصفة عامة، يعني هو. تحدثت السيدة بسمة عن المهارات التي وجب لصاحب مشروع أن يكتسبها. ما يكون في هذا الكلام سيدي؟ بطبيعة الحال يعني لما تحدثنا يعني عن استراتيجية المؤسسة دائما نرجعوا يعني لأنه الكلام ينطبق على الشيء اللي رانا نقوم به وأكثر. يعني لما نجيب شاب يعني يعرف ميكانيزمات الاستفادة يعني من أجهزة الدولة، هنا يعني ينطبق الكلام التي كانت تحدث عليه السيدة الباحثة فيما يخص يعني تأهيل الشاب وتمكينه من أجل يعني الحصول على الدعم
هذا من جانب التكوين أو التكوين القبلي. وعندنا كذلك التكوين التخصصي، يعني في مجال المشروع. لما نتحدث على التكوين القبلي أننا نعرف الشاب يعني كيف يدرس أو كيف يعني يعد الدراسات القبلية، كذلك كيف يدرس السوق، يعني كيف يتعامل مع الإدارة، كيف يتعامل مع بنوك التمويل، كيف يتعامل مع المستثمرين من أجل يعني جلب الدعم إلى غير ذلك. يعني يجب على الشاب أن يعرف هذه الميكانيزمات، والذي يطلق عليه يعني بالتأهيل القبلي. ثم نذهب يعني إلى يعني التكوين التخصصي يعني في مجال. حنطرح لك سؤال التكوين التخصصي، لكن نروح نشوف فرق. أين أنت من ما قالته السيدة بسمة والسيد بابو؟ هل لديك مهارات التي تحدثوا عليها؟ بطبيعة الحال، يعني بما أني تبنيت مشروع هذا يعني شيء مفروغ منه. يعني قمت بدراسة معمقة حول أولا وقبل كل شيء دراسة معمقة حول المنطقة، قبل يعني حول طبيعة المنطقة من الناحية الجيولوجية، من الناحية الجغرافية. هذا يعني هو الشيء يعني أول شيء راح تبدأ به مشروعك، أنك يجب كما نقال الأساس، وهذا يعتبر بمثابة أساس أنه تقوم بدراسة على المنطقة من كل النواحي، ثم التطرق إلى تطبيق مشروع. يعني ما كانش كصدفة، يعني المشروع هذا ما كانش صدفة، كان بعد يعني عناء في البحث يعني والدراسة. كان هناك عناء وتعب من أجل الوصول إلى نتيجة تجعل منا يعني وتمكننا من استغلال هذه الطاقات في المنطقة ذاتها. أو مهارات أخرى مثلا حتى يكون تكوين مقاولاتي في الشركة، مثلا إدارة شركة من حيث التسويق مثلا. هي نعم، كانت هناك دورات عديدة كانت تقوم بها التيكينوف بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. كانت هناك دورات حول إعداد البي ام سي، حول يعني كيفية تسيير الشركة، كيفية استغلال يعني المعلومات المحصورة اللي نمتلكها، يعني نمتلكها نحن الطلبة. كان هناك دورات كثيفة، يعني كانت حوالي تقريبا 3 دورات إلى 4 دورات أسبوعيا. يعني نوجه الشكر للمدربين اللي كانوا يسهروا يعني على إنجاح هذه الدورات، والتي أعطتنا يعني فرصة وأعطتنا معلومات كثيرة حول يعني دراسة المشاريع وتسيير شركات وكيفية تسييرها، ويعني ما يجب أن يكون بين أعضاء الفريق لإنجاح المشروع. بالنسبة للتعلم والتدرب، سنطرح السؤال على السيدة بسمة الدكتورة. كيف تقيمين وأنت مدربة في المقاولاتية دور التعليم والتدرب في تعزيز الروح المقاولاتية في هذا القطاع، قطاع الطاقات المتجددة؟ لأنه يلعب دور حيوي في تعزيز روح المقاولاتية، خاصة في الطاقات المتجددة، وهذا من خلال أنه يوفر المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة، فلا يمكن تطوير أو ابتكار حتى دون تدريب. كلام بسيط وعميق. الشق الثاني سيد بابو، وهو التكوين التخصصي ولا في الاختصاص الخاص، وما يعني بذلك؟ بطبيعة يعني لما نقول يعني لما نتحدث على يعني التكوين التخصصي، فيه يعني شباب عندهم أفكار، يعني احنا معهم، لكن الفكرة فيها حيز أو موضوع معين، يعني في مختلف القطاعات، مثل قطاع الفلاحة أو قطاع الصناعة، قطاع البيئة، الطاقات المتجددة إلى غير ذلك من القطاعات. داخل هذه القطاعات يعني فيه شعب. لما نتحدث على يعني الفلاحة نقدر نتحدث على الزراعة، نتحدث على الزراعة المائية، نتحدث يعني على التكنولوجيات إلى غير ذلك. يجب على المكونين المتخصصين أو مؤسسات التكوين يعني أن تؤهل كذلك حاملي المشاريع في التكوين التخصصي، لأنه احنا ما يخفاش علينا أنه الجامعة الجزائرية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يعني راهم يبذلوا في مجهودات كبيرة يعني في تأهيل
وتكوين نخبة من الشباب، لكنه لكنه لا يكفي هذا التكوين، لأنه دائما يحتاج إلى مهارات تقنية. يعني من خلال، وهذا هو يعني دور المؤسسة نتاعنا، أننا السنة الماضية قمنا بتكوين كان فيه يعني تكوين أكاديمي وتكوين تطبيقي. يعني بعد ما كونا حوالي 620 شاب جزائري في مختلف ولايات الوطن. بعد ما قمنا بالتكوين الأكاديمي يعني خذينا من التكوين التطبيقي على مستوى المناطق الصناعية، على مستوى يعني المصانع، على مستوى المشاتل، وذلك يعني لاكتساب المهارات التقنية ناهيك يعني على المهارات الإدارية والمالية الخاصة بتسيير المشروع. قلت يجب على المدرب أن يرافق هذا صاحب مشروع حتى يكتسب كل ما مهارات. سؤالي الآن إلى السيدة الدكتورة والخبيرة في المقاولة، كيف يمكن تعزيز التعاون بين المقاولين والمدربين في هذا المجال لتحقيق نجاح أكبر في هذا القطاع؟ أكيد، وهذا ما نتمناه، أن يكون هناك تعاون بين المقاولين والمدربين في مجال الطاقات المتجددة، لأنه مجال كبير، وممكن القول إنه يحتاج إلى مختصين وليس فقط أي واحد يمكن أن يدخل في هذا المجال. ولهذا يجب تعزيز هذا التعاون لزيادة الربح والتطور في هذا المجال. وبالنسبة لكيفية التعزيز، أرى من خلال شراكة استراتيجية تعزز من كفاءة المشاريع ونسبة النجاح، أيضا التوجيه والإرشاد، بحيث نخلق برامج توجيهية حيث يقوم فيها المدربين بتقديم خبراتهم وإرشاداتهم للمقاولين، مما سيساعدهم على تحقيق النجاح بسرعة أكبر، لأنه موجود الخبرة، موجود التوجيه، أيضا التواصل الفعال. هذا نحتاجه بكثرة بين المدرب والمقاول، وذلك بإنشاء قنوات تواصل بين المقاولين والمدربين من خلال منصات إلكترونية، أيضا اجتماعات دورية. هذا أظن أنه سيسهل تبادل الأفكار والخبرات لضمان نجاح المؤسسات الناشئة بصفة خاصة في هذا المجال، وأكيد هذا يصلح في كل المجالات. شكرا السيدة بسمة. السيد فاروق، أتظن أن مشروعك سيجذب نسبة كبيرة من السواح بهذه الطريقة، دمج بين الطاقات المتجددة والسياحة؟ أولا نرجع للسؤال اللي سبق أنه جاوبنا عليه حول التكوين والتكوين الفريق والفريق مما يتكون. احنا الدراسة تاعنا للمشروع كانت يعني بفريق متكامل ومن مختلف التخصصات. هذا الشيء اللي خلانا أن نصل إلى نتائج وإلى أبعد حدود. يعني الفريق اللي كان في المشروع كان متكون من 3 أساتذة، 3 أساتذة مشرفين. عندنا الأستاذة بركون حنان، يعني نوجه التحية لكل الفريق. الأستاذة بركون حنان وهي ماجستير تهيئة إقليمية ودكتوراه في التنمية البشرية وتنمية الذات، ومهندسة دولة في التهيئة الريفية. الدكتور هشام شرفي، دكتور في بصريات وميكانيك الدقة، والدكتور بالعروي عبد الحكيم دكتور في الجيولوجيا. إضافة إلى الفريق اللي كان متكون من 4 طلبة، 2 منهم في تخصص تهيئة سياحية وتراث بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. يعني الفريق العمل متكون من طالبين كما سبق وقلت من تهيئة سياحية وتراث، هو بوشمال فاروق يعني المتحدث وهو مسؤول المشروع. درغام آية طالبة ماستر 2 تهيئة سياحية وتراث، وطالبين من تخصص هيدروجيولوجيا، شريف رزق الله شريف ماستر 2 هيدروجيولوجي، وحسيسي رضوان ماستر 2 من ذات التخصص وهو هيدروجيولوجي. هذا فيما يخص تناغم اختصاصات. نعم، لكن لم أسمع الاختصاص اللي تكلمت عليه السيدة بسمة، هو الذكاء الاصطناعي. عندنا الدكتور هشام شرفي في بصريات وميكانيك الدقة. نعم، يعني بإمكانه أنه يعطي الإضافة في الذكاء الاصطناعي، يعني بإمكانه أن يعطي إضافة ودعم آخر. نعم، ودافع لإنجاح المشروع بإذن الله. وكان سؤالي هل تتوقع جذب السياح
بنسبة كبيرة بفضل هذا المشروع؟ كنظرة استشرافية يعني، وبما أنه تخصصنا يدرس أبعاد التنمية والاستشراف، نعم سوف يكون لهذه الفكرة بعد تجسيدها بعد تجسيدها تأثير كبير على إقبال السياح من مختلف المدن والدول، ويرفع من استقطاب السياح، وسوف يجعل منها منطقة سياحية أو قطب سياحي بامتياز من يعني ذات طابع خاص يعني. وهذا ما سيساعد كما سبق وأن ذكر الأستاذ يعني استقطاب العملة الصعبة والرفع من الاقتصاد المحلي. لكن سيدي سؤالي الآن، قلتم وجب تكوين على الميدان، ماذا تقصد في ذلك؟ كيف تكونون هذو المقاولتين على الميدان ليس نظريا إنما تطبيقيا بشيء ملموس حتى يقتنعون ويفهمون ما هي المقاولتية بمخاطرها وبكل مهاراتها؟ طبيعة الحال يعني احنا يعني نتحدثوا بواقعية، لأنه الاقتصاد لما نتحدثوا على اقتصاد يعني ما فيش هزل. لما نتحدثوا على الاقتصاد في نظرنا أنه حتى يعني نعطي أموال لشاب جزائري متخرج من الجامعة لم يمارس النشاط من قبل، هذا يعني شيء غير معقول بالنسبة لنا. لكن متى أن يكون معقول؟ يعني لما يلمس الشاب هذا الشيء، يعني لما ندوه للمصنع أو ندوه يعني المنشأة فلاحية ويتمرس فيها ويشوف الفوائد، يعني يشوف يعني كيفاش يعمل، كيفاش يعني يساهم في يعني في مثلا كيفاش يساهم في العمل يعني من 8 تاع الصباح ل 4 تاع العشيه، كيفاش يعني يمارس يعني مع صاحب المستثمره الاعمال بدقه، يعني كيفاش يشوف المداخيل، كيفاش يشوف التسيير، هكذا يستفاد شاب ميدانيا. لأنه لما نتحدثوا على جانب الميدان شيء، ولما نتحدثوا على الجانب الأكاديمي شيء، لأنه الجانب النظري الأكاديمي هو يعني حبر على ورق، أما يعني لما نطبقوها في الميدان فيه يعني فيه خبرة كبيرة، يعني يستطيع أن الشاب يعني يحمل فيه خبرة، وهذا ما يؤهل الشباب إلى أن يكونوا يعني رواد أعمال. احنا في نظر وفي استراتيجية المؤسسة يعني نتمشوا على هذه الاستراتيجية حتى يعني نضمن يعني احنا لما ندعموا يعني مثلا 1000 شاب نضمن نجاح 500 مؤسسة. النصف يعني شيء جميل جدا. يعني طبيعة الحال سيدي، حقا بين التكوين النظري، شتان بين التكوين النظري والتطبيق. هل لديكم مشاريع ناجحة تحدثون عنها طبقتم فيها التعليم المسبق والتعليم الخاص ونجحت؟ طبيعة الحال احنا لما نتحدثوا يعني على برنامج المؤسسة اللي هو برنامج الاستراتيجية الاقتصادية لريادة الأعمال الشبابية، يعني ستشرف عليه المؤسسة وستطلقه المؤسسة يعني شهر أكتوبر، فيه خلق ل 3670 مؤسسة مصغرة إن شاء الله في مختلف يعني القطاعات. قبل ما نعمل على هذه الاستراتيجية يعني عندنا عدة شركاء، يعني عندنا مؤسسات دولة شركة إن شاء الله وبنوك، قمنا بعملية تكوينية كان الهدف منها إحصائي أكثر من تكويني. حاليا يعني وجدنا يعني برنامج تكويني متكامل فيه يعني التكوين التأهيلي وفيه يعني التكوين المتخصص. حاليا إن شاء الله رانا نعملوا حاليا في الوقت الحالي على دعم أكثر من 25 مشروع، يعني لو فينانسمون تاع 25 ميكرو انتربريز سنعلن عليها يعني الشهر المقبل. لكن لحد الساعة المؤسسة لم ترافق ماديا ولا شاب يعني حاليا، لأنه نخضع لفترة دراسة. حاليا لجنة التمويل يعني تعمل مع 25 شاب حامل المشروع بمرافقة يعني بنك السلام، لكن فيه مرافقة على مستوى الإدارات. يعني رافقنا الشاب أمجد عمدون على مستوى وزارة الطاقة، وين يعني عرض المشروع نتاعو على السيد الوزير الطاقة، يعني فيه تكنولوجيات جديدة فيما يخص إعادة تمييع الغاز، يعني وتجاوبت معنا يعني شركة سوناتراك، ويعني الإجراءات تاع المشروع راها تمشي. رافقنا من خلال كذلك يعني درنا يعني من خلال كل أنشطتنا دائما نجيبوا مؤسسات يعني يديروا دي بريزونطاسيون في مختلف أنشطتنا، كل خطرة يعني نجيبوا 5 مؤسسات أو 6 مؤسسات رائدة، ويعني وهذا كذلك يعتبر يعني دعم معنوي إلى غاية يعني تفعيل الدعم المادي لفائدة يعني الشباب حاملي الأفكار الإبداعية. سيدي، وأنتم في منصبكم كيف لاحظتم شبابنا أي قطاع أكثر استقطاب للشباب في المقاولتية؟ فيما يخص يعني في نظرنا يعني وفي نظر يعني بعد ما تحركنا كثيرا في الميدان،
لقينا يعني الشباب الجزائري مهتم كثيرا بالمؤسسات الرسكلة يعني الناشطة في مجال البيئة. هو حقيقة يعني السوق يعني كبير لفائدة الشباب، لأنه لما نتحدثوا على النفايات راهي فيها يعني مجموعة يعني هائلة طبيعة الحال حول الرسكلة النفايات طبيعة الحال يعني، وفيه مجموعة يعني من المشاريع الهائلة. فيه يعني كذلك تخصص يعني المؤسسات الناشئة حاليا يعني ممكن يعني نقولوا أننا واصلين إلى أكثر من 17,000 مؤسسة ناشئة على مستوى الجزائر، يعني فيه تطور ملحوظ. لكن القطاعات الأخرى يعني فيها عدد يعني يحسب على الأصابع. هو يعني هذا هو يعني الدور تاع المؤسسة اللي يعني تقدر فيه تفتح يعني مجالات أخرى، مثلا مجال تربية المائيات في مناطق الجنوب، مثلا تأهيل المرأة الريفية يعني في مجال يعني فتح مؤسسات مصغرة فيما يخص الحرف والصناعات التقليدية، كذلك يعني فتح يعني مثلا مؤسسات الرسكلة فيما يخص الاستفادة من الثروات الغابية إلى غير ذلك يعني من أفكار المشاريع التي يمكن تجسيدها على أرض الجزائر. لأنه لما نتحدث عن الجزائر نتحدث على سوق كبير، نتحدث على طبيعة الحال تنوع ثروات كبرى يمكن لنا طبيعة الحال يمكن لنا استغلالها يعني وتأسيس عدة مؤسسات مصغرة فيها، ويكون فيه يعني تكون فيه حلقة اقتصادية دائرية، فيه استفادة للدولة وفيه استفادة للسوق وفيه استفادة يعني حتى لصاحب المشروع. أكيد. السيد فاروق، كيف ترى مستقبل دمج الطاقة المتجددة مع القطاع السياحي في السنوات القادمة؟ يعني دمج الطاقات المتجددة في القطاع السياحي في مستقبلا هو يعني شيء لابد منه لخلق اختلاف في القطاع السياحي وعدم التركيز على نفس الطاقة، وهي كما سبق وذكرنا الطاقات التقليدية أو المحروقات، وخلق تنوع سياحي واستغلال مختلف الطاقات التي تزخر بها البلاد. وحسب ما تناولته الحكومة في دعم الشباب حول استغلال الطاقات المتجددة والطاقات البديلة في القطاعات المختلفة، فقد يمكن استغلال هذه الطاقات المتجددة في قطاع السياحة، وليس السياحة فقط، بل يمكن استغلالها في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وهذا ما يعطي يعني طابع مخالف ومغاير لما نلاحظه وما نشاهده من قبل. السيد أسامة، الحكومة أعطت أهمية كبيرة لهذه المقاولاتية، خاصة مع الشباب الذي أصبح حامل رسالة وهي ريادة الأعمال. ما قولكم في هذا وما تجسده الحكومة عن الواقع؟ طبعا يعني لما نرجع يعني التزامات السيد رئيس الجمهورية اللي جاء بها يعني خلال العهد السابقة أو برنامج الحكومة ككل بفضل يعني تعليمات السيد رئيس الجمهورية، يعني خلقوا عدة ميكانيزمات قد تساهم لا نقول قد تساهم بصفة مباشرة في يعني دعم أو خلق النسيج المؤسسات المصغرة، لكن تبقى ميكانيزمات أو كيفية الاستغلال من هذه المؤسسات. لعلمكم أن الدولة الجزائرية أول دولة على المستوى العالمي اللي عندها يعني صندوق مخاطرة عمومي اللي هو لاصيف، صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، فيما يخص يعني دعم المؤسسات الناشئة التي يعني حاليا يعني تكون نظن دعمت حوالي أكثر من 118 مشروع ناشئ أو شركة ناشئة. كذلك خلقت عدة مؤسسات أخرى، أعادت يعني تفعيل الوكالة الوطنية لتنمية التطوير المقاولاتية، كذلك عملت على يعني تأسيس مختلف مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات، كذلك فيما يخص قطاع التعليم العالي وفر يعني فضاءات لأصحاب الأفكار من أجل يعني وكرائها بمبالغ رمزية دعما لحاملي هذه المشاريع أو لحاملي طلب المشاريع. كذلك يعني نشوف أنه يعني وزارة التعليم العالي مهتمة بتصنيع مبتكرات الطلبة من خلال المؤسسة ومن خلال الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي. فيه ميكانيزمات أخرى وفيه تعليمات صريحة لفائدة البنوك من أجل دعم مشاريع
شباب حاملي الافكار. كل هذه الميكانيزمات هي منتج ما يحقق رؤية الدولة الجزائرية في دعم جهود شباب حاملي الأفكار، لأنه لما نشوفوا نسبة الشباب الجزائري تفوق 70%، يعني هو العمود الفقري للبلد. وكذلك يعني إذا ما ساهمش الشباب الجزائري في رفع الاقتصاد الوطني يعني ما نستناوش فئة أخرى، يعني لأنه علاش؟ لأنه الشباب هو العصب الحي، خاصة يعني لما يساهم في الجانب الاقتصادي. لذلك الدولة سعت إلى خلق عدة ميكانيزمات من أجل يعني دعم الأفكار الرائدة والأفكار المبتكرة. ويعني نشوفوا يعني في الساحة أنه الجزائر في غالبا أو حتى على يعني في المسابقات الدولية في مجال تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال يعني غالبا ما تحتل يعني المراتب الأولى، وهذا ما يبرهن كفاءة الشباب الجزائري. كلامنا عن الشباب وشاب أمامنا، حتى أنت شاب طبعا. سيدي شاب فاروق، ما هي النصيحة التي تقدمها لمستثمر أراد مثلا صاحب مشروع أراد ولوج هذا العالم عالمك وهو الطاقات المتجددة مع السياحة، ما يمكن تنصح؟ يعني نصيحة أوجهها لكل يعني شاب أو كل مستثمر من أي قطاع كان، سواء مستثمر فلاحي أو صناعي أو زراعي أيا كان، هي يجب يعني هي أصبحت من الواجبات يعني أنه نستغل الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات من أجل الحفاظ على النظام البيئي، وخاصة ما نلاحظه من خلل في التوازن البيئي. أصبح يعني لا شتاء ولا صيف ولا ربيع، وهذا ناجم وناتج عن يعني نسبة كبيرة عن استغلال الطاقات القديمة أو التقليدية أو المحروقات. يعني وجه يعني نصائح هي استغلال الطاقات المتجددة من أجل الحفاظ وإعادة النظام البيئي إلى ما كان عليه ولو نسبيا. يعني سؤالي القادم، كيف تدبر هذا الحفاظ بين التوازن بين الحفاظ بالبيئة وتقديم تجربة سياحية مميزة في هذا القطاع؟ نعم، يعني يمكن إدارة توازن بين الحفاظ على البيئة وتدعيم وتقديم تجربة سياحية مميزة بطرق عديدة، ليس باستغلال الطاقات المتجددة فقط، حيث يمكن استغلال يعني العديد من الطاقات الأخرى وتنتج يعني أو يمكن تحويلها من على سبيل المثال رسكلة النفايات السياحية واستغلالها في نفس القطاع ذاته. سيد بابو، كيف تقيمون نجاح مثلا مؤسستكم، وما هي المؤشرات التي استخدمتموها لتقييم ذلك؟ فيما يخص تقييم المؤسسة يعني والنهج التي تسير عليه المؤسسة والخطة التي تسير عليه المؤسسة، يعني نظن في نظرنا أنها خطة ناجحة لأنها خطة ثابتة. لما نتحدث على خطة ثابتة، فكرة المؤسسة جاءت منذ سنة 2019، يعني كانت تزامنا برنامج الدولة الجزائرية وبرنامج السيد رئيس الجمهورية. أسسنا المؤسسة سنة 2022 بعد ما كانت يعني بعد ما خضعت لدراسة أو دراسة السوق الاقتصادي الجزائري. بدينا سنة 2022 في مرحلة إحصائية تكوينية، حصينا متطلبات الشباب وحصينا القطاعات التي يعني التي تمكن الدولة الجزائرية الشباب فيها ودعمها. بعد ما حصينا يعني هذه القطاعات، مشينا في تنظيم استراتيجية الاقتصادية لريادة الأعمال الشبابية من أجل خلق المؤسسات المصغرة، وخلقنا اقتصاد دائري أو حلقة اقتصادية دائرية لهذه الاستراتيجية من أجل يعني خلق هذا النسيج من المؤسسات المصغرة والمتوسطة، وبمساهمة المؤسسات الناشئة في مجال يعني تطور تكنولوجي. جاءت يعني بخطى ثابتة. وفرنا لهذه الاستراتيجية ميكانيزمات مثلا من خلال تكوين أو ميكانيزمات يعني اتفاقية مع السلطات المحلية ومع الدولة. كذلك يعني وفرنا مورد بشري هام، وفرنا مجلس إدارة الاستثمار الأيام بي، وفرنا يعني كذلك جهود دبلوماسية وين عقدنا أكثر من 30 لقاء مع مختلف سفراء الدول، وين كذلك كنا مشاركين مع الوفد الجزائري في القمة الاقتصادية الروسية الإفريقية الجزائرية. كذلك يعني خلقنا يعني عدة
لجان متخصصة، مثلا لجان متخصصة في دراسة المشاريع، لجان متخصصة في الدراسات المالية، لجان متخصصة في الدراسات التقنية، لجان متخصصة في الاستشراف، لجان متخصصة في التخطيط إلى غير ذلك. كذلك عملنا يعني على توفير مورد بشري على المستوى الوطني ومورد بشري على المستوى المحلي، يعني لمتابعة انشغالات هذه الشباب إن شاء الله، يعني لتكون يعني استراتيجية رائدة وسيتم الإعلان عليها رسميا في شهر أكتوبر 2024 إن شاء الله. تحدثت عن الخطط المستقبلية على النطاق المحلي وحتى الدولي. طبيعة الحال لأنه حاليا رؤية المؤسسة احنا عندنا يعني استراتيجية تخص دعم المشاريع واستراتيجية خاصة بالأنشطة. احنا شرفنا على البرنامج الوطني لدعم الشبابي، كذلك سنطلق إن شاء الله أواخر شهر سبتمبر القافلة النسوية لريادة الأعمال المستدامة في مجال الزراعة، الحرف، الصناعة التحويلية وكذلك البيئة. وكذلك يعني نحضر لحدث هام جدا سنة 2025 اللي هو القمة الاقتصادية الشبابية، القمة الإفريقية الشبابية، القمة الاقتصادية الشبابية، القمة الإفريقية الشبابية الاقتصادية اللي إن شاء الله تكون مشاركة فيها أكثر من 25 دولة إفريقية على مستوى الجزائر، يعني يكون فيه دمج للشباب الجزائري الإفريقي. لاحظتم على الميدان هناك ثقافة أصبحت تنتشر عبر في الميدان بين الشباب، ثقافة مقاولتية حقا؟ طبيعة الحال يعني لما نشوف جهود الدولة الجزائرية المبذولة مؤخرا، طبيعة الحال أنه يعني عقل الطالب أصبح يتوجه إلى يعني تأسيس مشروع، يعني أصبح يتدخل مباشرة حتى في موظفين يعني على مستوى القطاع الخاص والعام أرادوا أن يعني يغيروا المهنة تاعهم حتى يأسسوا يعني مشاريع، وهذا شيء جد إيجابي للدولة. يعني لما وهذا الشيء اللي تحدثت عليه يعني سابقا هو أننا ننتقل من المواطنة الاتكالية نحو المواطنة الإنتاجية، لأنه لما يصبح عندنا مواطن منتج تتطور الدولة خاصة اقتصاديا، وهذا ما سيرفع من القيمة الاجتماعية يعني والتخلص من الذهنيات الاجتماعية، ويساهم يعني في رفع القيمة المضافة لاقتصاد الدولة. إن شاء الله تكوني معنا ما زلت السيدة الباحثة في الطاقات المتجددة السيدة بسمة بن بويا. ما هي النصائح ككلمة أخيرة التي تقدمها لشباب الجزائر الذي يرغب في بدء مشروعه الخاص في هذا القطاع وقطاع الطاقات المتجددة سيدتي؟ النصيحة الأولى: استثمروا في هذا المجال. حاليا سوق الجزائر تسمح لكم بالاستثمار، يعني كخبيرة أرى أن حاليا السوق الجزائر يحتاج إلى عدة شركات في هذا المجال. وأيضا أركز على أن يستثمروا في البحث والتطوير بالاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، والذي سيمنحه ميزة تنافسية بأن لن يكون له منافس في السوق. وأكيد ماذا بينا أن المشاريع التي تدخل السوق الجزائرية تكون مشاريع ابتكارية فيها بصمة البحث والتطور، مش برك أي مشروع كما رانا نشوفوه حاليا. البحث عن شركاء وممولين في هذا المجال، لأنه قطاع الطاقة المتجددة قطاع جد مكلف، حيث أن درسنا هذه التحديات بالنسبة للدولة فما بالك بالنسبة للخاص، ويحتاج إلى تمويل مستدام لدعم هذه المشاريع التطويرية في القطاع. أيضا التوعية قبل التسويق، في أي مجال نحتاج إلى التوعية قبل التسويق. وبالنسبة للتحديات في هذا المجال هضرنا على تحدي أنه نقص الوعي المجتمعي، ولهذا نحتاج أن نوعي قبل ما ندخل السوق، نوعي الناس بأهمية الطاقة المتجددة وأهمية الاستدامة وأهمية الاقتصاد الأخضر. ونتمنى أن معلوماتنا ستكون وستفيد المجتمع بإذن الله، ونحن دائما في الخدمة. وشكرا. شكرا سيدتي سيدة بسمة بن بويا، وهي باحثة واختصاصية في الإلكتروميكانيك الأنظمة والطاقات المتجددة، كانت عبر الهاتف في قطاع الطاقات المتجددة. كسؤالي ربما يكون الأخير، هل هناك خطط مستقبلية لتوسيع مشروعكم عن نطاق آخر؟
نعم، هناك عديد الخطط طبعا تم دراستها من قبل. يعني كان سبق وين ذكرت الأستاذة يعني الذكاء الاصطناعي في الطاقات المتجددة. هناك نعم خطط لتوسيع هذا المشروع وتطويره في مجالات جديدة، حيث من الممكن الاستثمار في الطاقات البديلة واستخدامها في تطوير الأنشطة السياحية عن طريق الذكاء الاصطناعي وتخزينها وتسويقها لمختلف الولايات والدول. وهذا يعني يكون عن طريق يعني بطاريات مشحونة. يعني يمكن أن نقوم بإنشاء محطة لشحن البطاريات وتصدير هذه الطاقة في شكل بطاريات يعني إعطاء مجال آخر يعني من تخزين الطاقة المتجددة. نعم، يعني نتحول من الطاقات المتجددة يعني اللي هي فعلا راح تخلق مناصب شغل إلى مجال آخر وهو شحن البطاريات، وهو إضافة أخرى لخلق مناصب شغل إضافية وخلق اقتصاد آخر من نفس الطاقة ومن نفس الطاقات البديلة. وهذا ما يعطي انتعاش للاقتصاد المحلي والوطني دون الاعتماد على المحروقات. جيد، كميل. ككلمة أخيرة، ماذا تقول لأصحاب المشاريع وأنت شاب بينهم؟ ماذا يمكن أن تقول لكل شاب أراد ولوج طريق المقاولة؟ أوجه كلمة أولا يعني لكل الشباب يعني أنهم يقبلون على هذه المشاريع والولوج عالم الابتكار، من أجل يعني لا ننتظر أنه يعني الدولة توفر لك مناصب شغل. لما لا تكون أنت من يوفر مناصب شغل للشباب؟ يعني هذا شيء يعني إيجابي ويعود بالإيجاب على الدولة. ونقول لهم يعني كلمة يعني في مكان الأستاذ: مرحبا بكم في دار المقاولاتية ودعم المؤسسات الناشئة. وفي الأخير أوجه التحية إلى يعني رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه لبلدية واد البارد، يعني اللي لقينا يعني منهم استحسان وأعطونا يعني منحونا رسالة اهتمام بالمشروع. يعني هم على أهبة في للمساعدة نعم، للمساعدة في إنجاح المشروع. وإلى والدي ولكل الأساتذة اللي سهروا معنا ودرسونا من قبل. شكرا سيد فاروق. الآن كلمة أخيرة سيدي، وأنت كرئيس مؤسسة الجزائرية لدعم الشباب والمقاولة، ماذا تقول لكل شاب أراد أن يصبح رائد أعمال مستقبلي؟ والله يعني أنا دائما رسالتي دائما محفزة للشباب من خلال يعني مختلف الخارجات الإعلامية، أنني نقول للشباب يعني استثمروا في أفكاركم، يعني استثمروا في قدراتكم. الدولة الجزائرية موفرة لجميع الميكانيزمات الآليات الدعم، والمؤسسة الجزائرية يعني فاتحة يعني إصدارها لجميع الشباب الجزائري على المستوى الوطني. نقول لكم يعني التفوا حول المؤسسة، والمؤسسة الجزائرية تلتزم بدعم كل طلبات حاملي المشاريع على مستوانا إن شاء الله. وما تلقوا من عندنا يعني إلا الدعم المستمر إن شاء الله. هذا هو يعني كرسالة المؤسسة. كذلك الشباب الجزائري يعني نتمنى منهم أنهم يساهموا ويبادروا في التوجه نحو العقلية الإنتاجية، من أجل يعني المساهمة في تطوير هذا البلدية وكذا يعني تطوير الاقتصاد الدولة. يعني كلام جميل من السيد صاحب مشروع هو فاروق بوشمال، صاحب مشروع في الطاقات المتجددة، وأجمل من السيد محمد أسامة بابا وهو رئيس مؤسسة الجزائرية لدعم الشباب والمقاولة. وكانت عبر الهاتف السيدة بسمة بن بويا وهي اختصاصية في الطاقات المتجددة. كان قطاع الطاقات حاضرا هذا الأسبوع. نتمنى كنا في المستوى. نضرب لكم موعد في الأسبوع القادم مع إيكو مقاولاتية مع مجال آخر، صاحب مشروع آخر وخبراء جدد. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.